في عالم كلنا بننذهل فيه بالتقدم وبنتشد بالقوة، ظهر رجل كان معاه كل حاجة، فلوس ما تتعدش، مخ سابق عصره، وشخصية كده بتبرق وما تعرفش اي حدود، كأن الدنيا كلها في ايده. بس هو نفسه ما كانش لسه لقى نفسه بجد. ايه اللي بيحصل لما الحدود المصطنعة دي تتهد؟ لما حياة الفشخارة دي تتقلب كابوس والسلاح اللي هو عمله بايده يرجع يضربه في مقتل؟ دي مش مجرد قصة بطل خارق، دي حكاية توني ستارك، قصة الرجل الحديدي، رحلة تحول من الأنانية الزايدة لأعلى مراحل التضحية والمسؤولية. ازاي راجل واحد بس قدر يغير مفهوم البطولة كلها بكلمة واحدة. يلا بينا نغوص سوا في صفحات الأسطورة دي ونشوف ازاي الأبطال بيتصنعوا من قلب التحديات الصعبة. بنبتدي رحلتنا مع توني ستارك، الملياردير العبقري ووريث امبراطورية ستارك للصناعات. ده ما كانش مجرد رجل أعمال وخلاص، لا ده كان رمز للعظمة والطرف، عامل كده زي نجوم الروك دلوقتي كده، بيخطف الاضواء في اي مكان يروحوا. توني ده كان تجسيد حي للنرجسيه اللي على اصولها، كان متاكد انه مركز الكون وان ذكائه الخارق بيبرر اي تصرف يطلع منه حتى لو مش محسوبه. ما كانش شايف اي غلط في بيع الاسلحه حتى لو اسلحه تقدر تدمر مجتمعات بالكامل، لانه كان بيعتبر نفسه فوق اي اعتبارات اخلاقيه. كان اشبه بالطفل العبقري اللي لسه ما كبرش، مستخبي ورا هالة الشهرة والفلوس اللي عملها لنفسه، وبيتجنب اي مسؤولية حقيقية عن اللي بتعمله شركته او اللي بيحصل بسببه. بس القدر مسكتش، القدر كان شايل له صدمة وجعاه قوي وهتوجعه قدام. في قلب الصحراء الافغانية الفقاعة المترفة اللي كان عايش فيها دي انفجرت. الأسلحة اللي هو عملها بإيده بكل براعة رجعت ضربته هو شخصيا. الشظايا اللي رايحة أو اللي كانت رايحة لقلبه ديت ما كانتش مجرد حتة حديد وخلاص، دي كانت تجسيد رمزي لكل الذنوب اللي اتراكمت عليه وعواقب اللي عمله اللي بدأت تطارده بلا رحمة. هنا في سجن الإرهابيين بدأت صفحات التحول تتكتب. أما قابل الدكتور يونسون وهو طبيب أسير زيه بالظبط. يونسون ده ما أنقذش حياة توني جسديا بس، لا ده زرع جواه بذرة وعي كانت غايبة عنه كتير. يونسون كان بمثابة الضمير اللي توني فقده. عن طريقه توني شاف لأول مرة وش المعاناة والألم الحقيقية اللي بتيجي من أسلحته. التجربة القاسية ديت ما كانتش مجرد سجن وخلاص، دي كانت مرحلة تطهير إجبارية صحت روحه اللي كانت نايمة. جوه السجن الضيق ده توني ما عملش مجرد درع بدائي عشان يهرب وخلاص، لا ده كان بيصنع خلاصه الخاص بيه. يونسون فكروا ان حياته ممكن يكون ليها معنى اسمى، وان عبقريته دي ممكن تتسخر لحاجات نبيلة بدل الدمار. الدكتور يونسون نفسه كان شخصية اساسية، طبيب افغاني عنده خبرة، اختار حياة بسيطة علشان يخدم اهله بدل ما يجري ورا الفلوس. يونسون كان بيمثل الحكمة والنظرة البعيدة اللي بتيجي من كتر المعاناة. ما خافش يواجه توني بحقائق موجعة عن تأثير سلاحه، وكلامه اللي كان مليان خبرة وحياة هو اللي بدأ يكسر الحاجز النفسي عند توني. تضحية يونسون اللي ضحى فيها بنفسه عشان يدي توني فرصة كانت الشرارة الحقيقية اللي ولعت شرارة التحول. وديت كانت لحظة ولادة توني ستارك الجديد، الراجل اللي فهم يعني ايه مسؤولية بجد. بعد ما رجع من امريكا توني ما بقاش هو اللي عرفناه، كان بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة PTSD، كوابيس بتجيله كتير. الشظايا اللي في صدره دي بتفكره بكل لحظة عاشها في السجن. قرار المفاجئ ان يقفل اسم الاسلحة في شركته ده ما كانش مجرد قرار شغل وخلاص، لا ده كان اعلان توبة صادقة. واجه مجلس الادارة والعالم كله بحقيقته اللي وجعاه. صناعتنا ديت دمرت ارواح الناس. الجراج بتاعه اتحول لملاذ ليه، معمل لافكاره، مكان عشان يخف نفسيا. بناء درع الرجل الحديدي دي ما كانش مجرد مشروع علمي، ده كانت طريقته عشان يكفر عن ذنوبه. كل قطعة بيركبها وكل ده تعديل بيعمله كانت خطوة عشان يبقى الراجل اللي المفروض يكونه. هو دلوقتي بيفكر على هدف حقيقي اكبر من الفلوس والشهرة والمتعة الزايلة. في وسط التحول الكبير ده ظهرت شخصية ما ينفعش نستغنى عنها ابدا في حياة توني، بيبر بوتس. دي ما كانتش مجرد مساعدة شخصية فقط، لا دي كانت المرساة اللي بترجع توني للواقع. هي الوحيدة اللي فهمته بعمق واستحملت جنانه وتقلب مزاجه، الوحيدة اللي توني وثق فيها ثقة كاملة. بيبر دي ما كانتش بتمثل الجانب الإنساني والعاطفي اللي كان توني كان بيحاول يخفيه، كانت بتفكره بالبشر اللي بيسعى إن هو يحميهم، وكانت بتديله الدعم اللي مفيش أي شروط عليه.
اللي يمكن عمره ما أخده من أبوه ولا من أي حد تاني في حياته. بس الخير ما بيجيش بالساهل. هنا بقى بيظهر الخصم الحقيقي أوباديا ستين. الراجل ده اللي كان عامل زي الأب الروحي البديل لتوني بعد وفاة أبوه، كان بيمثل الجانب الوحش من إمبراطورية ستارك. كان تجسيد للطمع الأعمى والطموح الجامح والغيرة اللي مغلفاه. كان شايف توني ده عيل مش مسؤول بيهدد إرثه وسيطرته على الشركة. دافع ستين ما كانش مجرد فلوس وخلاص، لا، ده كانت الرغبة في السيطرة الكاملة والإحساس إنه يستاهل كل حاجة. ده كان ماسك الشركة سنين طويلة وحس إن توني بيهدد نفوسه ومكانته. لما ستين شال الجهاز الكهرومغناطيسي من صدر توني، ده ما كانش مجرد اعتداء جسدي وخلاص، لا، ده كانت محاولة إن يموته معنويا، وده بطبيعة الحال عشان يجرده من هويته الجديدة والقوة اللي اكتسبها بذكائه وتعبه. المعركة النهائية بين الرجل الحديدي وايرون مونجر ما كانتش مجرد خناقة بين آلتين كبار وخلاص، دي كانت صراع بين عالمين عكس بعض تماما. عالم توني اللي بيمثل التضحية وتكفير الذنب فيه، وعالم ستين اللي بيمثل الطمع الأعمى والفساد اللي ملوش أي حدود. المعركة دي كانت خناقة توني مع ماضيه الوحش اللي ظهرت بكل قوته في شخص أوباديا ستين. في الآخر خالص جت لحظة الحقيقة اللي كنا مستنيها. العالم كله مستني يسمع بيان متظبط ومكتوب بيعلن فيه إن الرجل الحديدي ده مجرد حارس شخصي لتوني ستارك. بس توني اللي شاف الموت ورجع منه واللي شال تقيل أخطائه على كتافه ما بقاش هو الراجل اللي يكذب على نفسه أو العالم. نظرة واحدة في عينين الصحفيين وبعدها جملة واحدة غيرت كل حاجة: I am the Iron Man. دي مش مجرد كلمات طلعت من بق ملياردير، دي كانت إعلان تحرر شامل، تحرر من القيود، تحرر من الكذب اللي كان عايش فيه، تحمل كامل للمسؤولية اللي فهمها. توني اختار انه يكون بطل بجد، مش مستخبي ورا قناع، لا، ده بكل صدق وصراحة قدام العالم كله. اللحظة دي بتلخص رحلة توني ستارك كلها، من واحد مغرور ومتكبر ولا على باله لراجل تاب وبيدور على التكفير عن ذنوبه والإصلاح علشان يبقى في الآخر أسطورة ما بتتنسيش. توني ستارك البطل. توني بيبدأ الفيلم كواحد مغرور قوي ودماغه ألماس، بيعيش حياة كلها فرهضة، ما بيحطش حد في باله نهائيا. كل اللي كان بيجري وراه هو انه يشبع رغباته ويشبع نفسه ويبقى غرقان في التكنولوجيا اللي بيعشقها، بس من غير ما يفكر ابدا في حتة الاخلاق في المنتجات اللي شركته بتعملها علشان تقدم اسلحة. الحبس اللي حصل له ده كان صدمة نفسية جامدة فوقته من اللي كان فيه، خلاه يحس بذنب كبير قوي ومسؤولية عن كل الدمار اللي عملته أسلحته. اتحول من واحد ولا على باله لحاجة ما فيش حاجة ممكن نقولها عليه غير انه مبدأ واخلاق عالي جدا. بدأ يستخدم عبقريته عشان ينقذ ارواح الناس، وده كان عشان عايز يكفر عن ذنوبه ويلاقي معنى اكبر لحياته. لما كشف عن شخصيته في الاخر دي كانت قمة التحول بتاعته، وبقى بطل بيتحمل مسؤولية وبيحب يساعد الناس. الدكتور يونسون المرشد والمحفز. الدكتور يونسون ده شخصية حكيمة وإنسانية، بيمثل الضمير والواقعية. كان دافعه إنه يخدم أهله ويساعد الناس حتى وهو محبوس. دوره النفسي كان مهم جدا في تصحية توني من غفلته وأنانيته، هو اللي اداله أمل وذكره إن الحياة ليها قيمة كبيرة ومعنى أسمى. تضحيته بنفسه كانت الشرارة اللي ولعت في توني وغيرته جذريا وزرعت جواه فكرة المسؤولية والهدف الجديد لحياته. بيبر بوتس المساندة والمرساة. بيبر دي شخصية ذكية جدا ومخلصة وعملية قوي في نفس الوقت. دوافعها الأساسية كانت الولاء الشديد لتوني وإنها تحمي مصالحه مع اهتمام عميق براحته وسعادته الشخصية. دورها النفسي كان عامل زي المرساة اللي بترجع توني للواقع، كانت هي الصوت العاقل في حياته اللي كلها لخبطة، مصدر للدعم النفسي والثقة، ووجودها خلى توني يقدر يبقى ضعيف وصادق معاها هي بس، وكانت بتشجعه إنه يبقى نسخة أحسن من نفسه، وهي اللي كانت مؤمنة بقدراته اللي مستخبية على عمل الخير. أظن إن مفيش أجمل من كده. ربنا يرزقنا إن شاء الله واحدة زي بيبر بوتس. قولوا أمين في التعليقات. أوباديا ستين العدو الرئيسي. أوباديا ستين ده بيمثل الطمع الأعمى والطموح اللي ملوش آخر. دوافعه كانت إنه يسيطر سيطرة كاملة على إمبراطورية ستارك وكل الفلوس الكتير اللي بتيجي من صناعة السلاح. إحساسه بالغيرة وإنه هو اللي يستاهل كل حاجة من توني لأنه هو اللي كان بيدير الشركة من سنين وسنين طويلة كمان، ده خلاه يكره توني ويتحرك ضده. نفسيا هو الشخصية بتعرف تلعب بالناس ومستغلة كل الأوضاع، بيشوف إن القوة الحقيقية بتيجي من التدمير والسيطرة على الفلوس والممتلكات. كان بيمثل الجانب الوحش من تاريخ توني نفسه،
نفسه، والفساد اللي توني كان جزء منه قبل ما يتغير. الخناقة اللي حصلت بينه وبين توني هي صراع بين قيم التضحية والمسؤولية الجديدة اللي كانت عند توني، وبين طمع ستين اللي مش بيخلص. القصة دي بتوريك ازاي الصدمة الكبيرة ممكن تهدم الأنانية وتصحي البطل اللي مستخبي جوه كل واحد فينا. قصة رجل حديدي دي بتفكرنا بقوة كبيرة قوي، مش بس في التكنولوجيا المتطورة ولا في القدرات الخارقة، لا، دي في قدرتنا ان احنا نتغير للأحسن ونشيل مسؤوليتنا ونصدق اننا ممكن نكون نسخة احسن من نفسنا. توني ستارك اثبت ان البطولة الحقيقية مش بس في لبس درع بيلمع، لا، ده في الشجاعة اللي تخليك تواجه نفسك، في القدرة على انك تتغير للخير حتى في اصعب الظروف. وفي النهاية بنتمنى ان رحلتنا دي من خلال قصة الرجل الحديدي تكون الهمتكم وخلتكم تفكروا في حاجات كتير. ما تنسوش تشاركوا بآرائكم في التعليقات عن شخصية توني ستارك ورحلته، ولو الفيديو ده عجبكم ما تترددوش تعملوا لايك وتشتركوا مع اصحابكم. وعشان تلاقوا تحليلات حلوة لقصص وابطال تانيين اتأكدوا انكم مشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اول باول. شكرا للمشاهدة ونشوفكم في فيديو جديد. دمتم سالمين.